ذكرت وسائل إعلام محلية أن فصائل إماراتية اختطفت اليوم عددا من الصيادين خلال وقفة احتجاجية لهم أمام مطار الريان بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت. وأفادت وسائل الإعلام أن عناصر مسلحة موالية للإمارات اختطفت عددا من الصيادين أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة القوات الإماراتية في مطار الريان، احتجاجا على منعهم من الاصطياد للعام التاسع على التوالي. وأوضحت أن العناصر قامت بقمع الصيادين الذين رفعوا لافتات تندد بمصادرة مصدر رزقهم الوحيد ومنعهم من دخول البحر، واقتادت عددا منهم إلى قسم غيل وزير. وقالت إن هذا يأتي بعد قيام القوات الإماراتية في نوفمبر الماضي باختطاف 6 صيادين عقب قيامهم بكسر حظر الاصطياد في بحر العرب، واقتادتهم إلى سجن الريان سيء السمعة والذي يقع في مطار الريان بالمكلا، وقد اتخذت منه الإمارات أحد أكبر السجون السرية التي يتم فيها تعذيب المعتقلين والمخفيين قسرا من المعارضين لتواجدها في المحافظات الجنوبية.